السلام عليكم. النهارده هنبتدي سلسلة جديدة وهي سلسلة أفضل برامج لازم تجربها على جهازك. هنجيب لكم برامج حلوة ومفيدة، جربوها وقولوا لنا رأيكم إيه. النهارده هنبتدي ب5 برامج. البرنامج الأول وهو برنامج زيتش، وده من البرامج القديمة القوية جدا في الخلفيات. هيجيب لك خلفيات جميلة ونغمات وخلفيات لايف. يلا بينا نشوف. ده برنامج زيتش، يلا نفتحه. تلات شرط شمال فوق. هنا الخلفيات وول بيبرز، فيديو وول بيبرز، الخلفيات المتحركة، النغمات والنوتيفيكيشن. نخش بس على الخلفيات. عندنا مجموعة كبيرة وجميلة من الخلفيات. اختار دي مثلا، نعمل داونلود. بقت الخلفية بتاعتنا. نخش عليه تاني. في الخلفيات المتحركة وفي النغمات. نخش على النغمات. عندنا نغمات كتير، عربي وانجليزي. نقدر نختار اي نغمة فيهم، ندوس عليها ونعمل لها ست، ويقول لنا عايزينها نغمة الموبايل ولا النوتيفيكيشن ولا نغمة المنبه ولا نغمة لشخص معين ولا نسيبها بس كده على الموبايل. هنختار ان هي تبقى نغمة الموبايل. برنامج رهيب جدا وفي تنوع كبير، وهتلاقي نغمات عربي ونغمات انجليزي وكل النغمات اللي انت ممكن تبقى محتاجها. البرنامج التاني وهو برنامج فوتو سكان، وده برنامج قوي جدا نعمل بيه سكان لأي ورقة أو صورة، ورقة رسمية، ورقة محاضرة، أي ورقة أيا كان أو أي صورة أيا كان. نقدر بالبرنامج ده نعمل لها سكان فتطلع كأننا عاملين لها سكان بالبرينتر بالظبط بدون أي زيادات. تعالوا نشوف. البرنامج التاني فوتو سكان، ده برنامج تبع جوجل، هنعمل بيه سكان لأي ورقة أو صورة. تعالوا نجرب. ده كتاب مثلا هصوره بالطريقة العادية. صورة طبعا ايه فيها حاجات كتير غير الكتاب نفسه. نجرب بقى ناخد صورة للكتاب من البرنامج. هو طلع لنا 4 دوائر عشان هو بياخد 4 صور ويدمجهم على بعض، ويقول لنا امشوا بقى ورا الدوائر دي. كده هو جاب لنا الصورة بالظبط بدون أي زوايا وبدون أي حاجة. ننفع بقى نستخدمها في ورق رسمي، في صور، كأننا بنعمل سكان بالبرينتر بالظبط. عايزين بقى ناخد الصورة دي نروح على الجاليري، هنلاقيها موجودة في الجاليري عادي. البرنامج التالت هو برنامج VPN، برنامج سهل ولذيذ وخفيف واستخدامه بسيط جدا. تقدر تستخدمه لو في أي موقع مقفول وحابب تخش عليه من خلال VPN. يلا بينا نشوف. هو برنامج VPN اسمه وايند سكرايب، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. تنزلوا من جوجل بلاي وتعمل عليه اكونت بجيميل. هنختار الدولة اللي احنا عايزين نبقى VPN عن طريقها وندوس الزرار ده. بس هو كده احنا خلاص عملنا كونكت VPN. موضوع بسيط جدا، تقدر تفتح اي موقع مقفول زي موقع GPT. خلاص خلصنا اللي احنا بنعمله وعايزين نقفل VPN، هندوس عليه تاني. البرنامج الرابع وهو برنامج جوجل كيب. جوجل كيب من البرامج القوية العملاقة، بنستخدمه في ان احنا نعمل منه النوتس دي ممكن يبقى فيها فويس، ممكن يبقى فيها صور، ممكن يبقى فيها رسم، ممكن يبقى فيها كلام، ممكن يكون فيها تشيك بوكس، وممكن نعمل منها ريمايندر. برنامج جميل جدا وهتحبوه ومفيد جدا. تعالوا نشوف. جوجل كيب من البرامج الجميلة جدا اللي فوائده كتير. دي بعض الأمثلة. هنا مثلا في ريمايندر أعمل لها لون مخصص، وأعمل لها تشيك بوكس، ممكن أحط كذا أيتم، وبعد كده ما خلصته ممكن أعلم عليه كده يبقى أنا كده خلصته. ممكن أعمل ريمايندر بليس، يعني لما ببقى في مكان معين تطلع لي الريمايندر، أو ديت أند تايم. وهنا بقى لو عايزها تتكرر كل يوم أعمل ريبيت ديلي،
واختار الوقت اللي هي هتتكرر فيه. كده كل يوم هيطلع لي دي، كل ما اخلص فيها حاجة انزلها تحت، وكل ما احب ازود حاجة ازود عادي. ممكن اعمل حاجة بين فوق، يعني دي مثلا لو عملت كده انا كده شلت البن، هتندك كلهم كده عاديين. دي بقى عايز اطلعها فوق، اخش عليها واعمل بن، كده البن هيبقى لوحده فوق. ممكن بقى اطلع كده واحدة براحتي، واعمل بقى كذا نوتس، كل نوت لحاجة، واحدة للورك، واحدة للهوم، واحدة لحاجة انا محتاج يعني مهتم بيها، دراسة، كورس، واكتب فيها اللي انا عايزه. تعالوا كده نعمل نوت جديدة من هنا بلس، ونحط اللي احنا عايزينه في النوت. ممكن هنا نغير لونها، ممكن نعملها بالجراوند، ممكن من البلس اللي تحت دي ناخد فوتو او نحط ايمج عليها، يعني نحط ايمج جواها، او ممكن نعمل دروينج نرسم. لو عندك اطفال ولا حاجة ممكن تخليهم يلعبوا ويرسموا فيها براحتهم وتسيفها عندك. ممكن نضيف فويس ريكورد او تشيك بوكس، ونضيف التشيك بوكس اللي احنا عايزينه، وكله هيبقى محفوظ عندك. ممكن تخش عليه من جهاز الكمبيوتر هتلاقي كل ده موجود عادي، او من اي موبايل تاني هتلاقي كل ده موجود عادي. ده كله متسجل في جوجل، في اي جهاز هتلوج بالاكونت بتاعك هتلاقي كل ده موجود. البرنامج الخامس معانا هو برنامج تليجرام. تليجرام برنامج قوي جدا واستخداماته كتير، مش مجرد برنامج شات ولا برنامج تنظيم مسلسلات. تليجرام ممكن تعمل منه فويس شات، ممكن تعمل منه فيديو شات، ممكن تعمل فيديو ميتنج مع اكتر من حد، ممكن تبعت عليه ملفات كبيرة، ممكن تحفظ عليه ملفات كبيرة، ممكن تسجل عليه نوتس. استخداماته كتير جدا. عشان بس منطولش وقت الفيديو، فأنا عملت فيديوهين مخصوص عشان التليجرام، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الوصف تقدروا تتفرجوا عليه. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر برنامج عجبكم، ولو في أي برنامج عايزيننا نتكلم عنه أو نشرحه اكتبوه لنا.